هو ليه المدربين في الدوري المصري ما بيلعبوش بإمكانيات لاعيبتهم؟ يعني مثلا كابتن عماد النحاس في ماتش الحرس خلى ديانج يلعب 8 وهو اصلا مش مكانه، وخلى كل الناس تنتقد، مع ان ديانج كلنا كنا بنطالب ان هو يلعب وان هو يجدد، بس هو حرقه ان هو لعبه في مركز 8. كلنا عارفين ان ديانج ما بيعرفش يطلع بالكوره. فيها ايه مثلا؟ عشان انت كان عندك اصابات كتير فتغير الخطه مثلا وتلعب ب 3-5-2 او ب 3-4-3، وساعتها هتلعب ب 2-6 اللي هم مروان وديانج. مش هتخلي ديانج شكله وحش، اولا ثانيا في واحد فيهم هيغطي مع اللي ورا، وبالتالي انت ما لبستش لعيبك ولعبت بشكل حلو. في الدوري المصري لا، هو لازم نلعب ب 4-3-3. بل المدرب شغله ان هو يعرف امكانيات لعيبته ويلعب على اساس امكانيات لعيبته، مش عشان انا عندي لعيبه مصابه فخلي اللعيب بتاعي رقم 6 يبني لي الهجمه وهو اصلا مش حلو في بناء الهجمه. كده انت حرقت اللعيب وخليت منظر الفريق وحش. انا مش بنتقد والله العظيم كابتن عماد النحاس، بالعكس انا بحبه جدا، بس انا بتكلم عامه. اصل 4-3-3 مش قران، مش لازم كل الفرق تلعب 4-3-3. اصل المدربين واخدين كارنيهات التدريب على اساس ايه؟ على اساس ده، على اساس ان هم اتدربوا على ده وشافوا ده وعرفوا ده وامتحنوا في ده ونجحوا فيه. فانا مستغرب والله العظيم من اللي بيحصل. سلام.